قدميك. ارفع الكعبين، هذا يساعد على التخلص من آلام باطن القدم ويخفف من الحرارة، التشققات والإحساس بالحرقة عند المشي، بالإضافة إلى تخفيف آلام الكعب. الطريقان: يعمل على تهدئة الأعصاب وأوتار عضلة الساق، يساعد على تقليل التهاب العظام. عشان نجرب يلا، عشان ده الراجل قال لك بتاع 5 6 حاجات ده دخل في ال10 مميزات للجسم من حركة واحدة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يلا نجرب يلا. يعني هو الراجل قال لك اقف كده اهو، وكده وكده، حرك الكعب بس، تمام، وكده وكده، ما شاء الله عمال يعد على المميزات. طيب بالنسبة للناس اللي هي بتاعة الجيم والفيتنس والدكاترة بتاعة اللي هي الآلام والحاجات ديت والمساج والقصة دي، الكلام ده الراجل ده فعلا مفيد؟ ده انا كعب الرجل وجعني. طبعًا أنا مش هاقدر أقول ده بلح والّا مش بلح، يعني أنا مش عارف أصلًا عمّك الدكتور ده فعلًا عنده حق والّا أي كلام. طيب اللي عنده يعني عنده معلومة، المعلومات دي صح والّا لأ، يا ريت يقول لنا، لإن هي لو صح ده أنا كل يوم هاعملها يا عم الحاج وأنتم كمان اعملوها، لو مش صح يعني برضه فيدونا، يا دكاترة باشمهندسين عرّفونا.